دشەڤک ڕەش و تاریدا و گەرمیەکی زێدە ژیانە مرۆڤێکی گوهرد و ڕەش کرد و wê kesek nedît li dora xwe û di berdewamiya jiyana xwe de tu aramî nedît û umîdên xwe hilbesar dil dara hîviya û ew ê dixwast got kesek were jê razî be û ev dar lê hilweşiya û hîviyên wê pêk anîn û cî Elî kete jiyanekî nû de û derdê xweşbîr kir dema sûha hat li ser dunyayê lê mixabin xweska şevên wê û ne bi şevên keça wê. Guhdarên hêja ez Xîtam Yûsif were me di bernameya keserên bîhîviya û di xeleka me ya vê heftiyê em li mêvandariya Cî Elî ne da got êşin û derdê xwe yên keça xwe ji me re bêje. عغاتي شلل أطفال رجل برجلي يا بنتي وحسيت ما حسيت على حالي إني أجري مشلولة كنت صبية وهيك أطلع حالي أطلع هيك على البنات يمشوا وأنا هيك يعني أضل من يعني شلون دغلك هيك أطلع أنا كمان أريد أمشي مثل حكيته فهمتي علي لا وكبرت يعني حسيت حالي بعد الآدم ويكبر حسيت إني هذا يرضى بيني وهذا ما يرضى بيني فهمتي علي لا والله أنا سعيدة بس حدا مو أنا أرضى بيه هو يرضى بيه. صار عمري 24 سنة تتجوز جوز كان جوزي مجوز وهو رضى بيني مو أنا أرضى بيه وتمنيت هيك مثل كل مرة يعني تتأمن عشان دغلك أمنياتها وحقوقها يعني مثل كله أفتح أسرة وبيت والحمد لله فتحت أسرة وبيت وجوزي كان تاجر وحالته ماشية وجبت هالبنت صار معها شلل دماغي وعشت مع جوزي 10 سنين و10 شهور وبعدين توفى. ما كان بيعلق على إعاقتك؟ لا والله نهار ما قال لي لا هيك ولا هيك لأنه في يعني شنو فرق سن بيني وبينه هو أكبر مني إيه يعني بقول حوالي 15. كان بيحن عليكي؟ بحن والله نهار ما شعرني إني يعني مثل غير مرة. إعاقتك شو كان تأثير النفسي عليكي؟ والله تأثير النفسي يعني ما في حدا يعني شو بدغلك يعني ما لغيت حضن حنون اشكيله وخليته بقلبي وخليته بقلبي وخليته بقلبي ولهاليوم بكره لسه بقلبي. امك اخواتك؟ نو 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 والله اخوتي يعني ما لا تعاطوني ولا عاطوني وابوي كمان لا يتعاطوني ولا عاطوني من ناحيه امي يعني شوي تحن وشوي رؤوف. كانت اعاقتك عائق انك مثلا تشتغلي تدرسي؟ الدراسه ما حطوني. اخواتك درسوا بس انتي لا؟ ايه ما عندي اخوات بنات عندي 8 اخوة صبيان وشغلي بالبيت الحمد لله قايمة فيا وفوزتي وفوزت ولادي وكل شيء. اولي كان اخوتي كمان. كم ولد عندك؟ عندي بنتين وصبي. البنت كمان طلعت معاقة؟ ايه بكريتي طلعت معاقة هي البكر هي الرشدية اسمها سهى. إعاقتها بشو خالك؟ شلل دماغي بعد ما ولدت السبب كان حرارة أول ما جبتها كانت السخونة أخذنا على الدكتور دواء إبرة الرعشة صارت زرقاء بعدين شلناها حطينا بالهي قواصي حواضن ما أعرف الشيء طولت حوالي 23-24 يوم جبناها. بعد يوم جبناها ضعيفة كانت يوم جبتها كانت صحة وسمينة ويعني ماشي حالة جبتها ضعيفة رضعتها حولت على القنينة رضعت على القنينة أكلها تاكل على القنينة عاشت 4 سنين على القنينة وأبوي يجيب لها قال حليب بعدين أنا فطمتها.
ضليت 4 سنين. 4 سنين تعذبني، لا ليل لا ليل ولا نهار نهار. كل الليل فايقة وإيدي على السرير، هزة هزة هزة. شي دور أنا شي دور أبوه، شي دور أنا شي دور أبوه. لا لي طلعة، لا لي فوتة أبدا أبدا، لا زيارة. عند أهلي كنت بروح مشان خاطره. اي والله يا بنتي عذبتني كتير، ولا اليوم بكره احطها وحممها وانظفها. يوم كانت صغيره واسمع حكي من كنان جوزي، واسمع هيك، وهي تقولي لي بكره بتجيبي 10 منه، وهي تقولي بكره بتجيبي 5 منه. والحمد لله جبت ورود، جبت ورود هاي واخذها الرخر والحمد لله والله. وشي يقرفوا منه وشي نطعسوا عليه. وابن جوزي بعد ما مات ابوه 9 ايام قال لي لازم لك يا بدار العجز، وما ردت انست. قلت له هلا حكي سمعت منك، ثاني مرة ما اسمع منك. وضحيت فيا وما ضل حلب. كانت اولي قبل هالاوضاع كويسة بيننا وبين حلب، يعني السيرفيس 10 دقائق تفوتي بنص حلب، مو اول حلب نص حلب. وهنا جمعية خيرية اروح اجيب اللون، قبلوني بي اجيب اللون، اكل شرب اروح. العالم هنيك تحن علينا تعطينا وعيشتك وقفية والله. نهار من نهاره يا بنتي حطيتها بعزل المطبخ، واخوتها راحوا على المدرسة، حطيتها معزل. ما شفت فتحت الباب وتناوقت علي الملطة يا بنت من راسها لإيدينا، إيديها كلها مجروحات ولا عم تتناوق علي. يوم كانت عم تتناوق علي رحت لعنده، يا مش أشوف فيها إيش ما أشوف فيها، إيش أشوف فيها إيش ما أشوف فيها. ملطة بهدماية، سخنت مي ولقيت بأثر ايديها كله شفرات، بلع الشفرات. سخنت لها مي نظفتها وقامت الحرارة 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 الحرارة. اطلع حوالي من هون حدا يسعف لي، ما لقيت حدا حاصل. قامت طالعت راجعة وظلت مرضانة حوالي 5 6 ايام بالفرشة. بعد ما تراجعت شفرات بلعت. من وين كانت جايبهم؟ عندي صيدلية بالبيت، ومن صيدلية سيحبتهم وجايبتهم، وصيدلية عالية يعني بينه وبين الصيدلية شي حوالي متر ونص، قايمة وعحيط وفازة وجايبتها. ما بتخلي شفرات، اشو لصيق اشو هيك، تبلعون ايه تعلم ايه. تفهمي عليها خالد؟ الا شنو ما بفهم عليها. اليوم هام الصبح قلت لها اليوم طالع الشمس، طالع كاسها، تفرح طولي عندها عيد. قلت لها يلا نظفناها وسويناها، قلنا طالعناها برا. تفرح يا يولا، شنو ما تفرح لي؟ آدمي مو روح. تطلب منك طلبات؟ ما بتطلب والله، أنا أجيب لها، ما بتطلب. طيب أنت ما بتحسي منها شو بدها؟ بعرف شو بدها، بعرف إيش بدها، إيش ما بدها، إيش بضايقها، إيش ما بضايقها، بعرف شو ما بعرف. أنا فرضا إن جتنا حدا اللي عنده عجين صغار جايبة معه بتضج يعني لا تحط بكلمتين جاي لعندك وجايبة أولاد صغار، شو دار له؟ من شو بتتضايقوا؟ من ضجة الأولاد، من عياط، من كون تكاونوا يعني تولول، ايه تعصب، تعض ايده، تعض اللحمه. ايه والله يا بنتي هلا طلع صوت، طلع شيء بتخاف من صوت طياره، من تفجير هيك تجيها صوت طياره بتخاف تفوت لجوا. اقول اجتك الطياره وتفوت، اقول لك هيك يعني من صوت ضجه تفجير هيك يعني شو بدي اقول لك، دق بزمار جيران كذا من هون تخاف تتضايق بشكل مو شوي. شو بتحبوها خالد؟ أكلات، وتحب الموز، وتحب الخيار، بندورة، جبنة. لا حفلات لا، إيه بتحب هيك مثل عرس هيك بتصفق من عنده. هي الأقوى شيء بحطها عند الباب الحوش، هي عيدة. أيوه تنبسط الشكل، تنبسط ضل بتحب تطلع على برا.
اولادي هذول اللي جبتهم بعثوها جاني الصبي، والله ما تميزها، كل ركزتي مع الصبي، لا بالله كل تركيزتي عليه. ضليت بالمشفى جبت الصبي بعمليه قيصريه، والله العظيم كل شوي جارتنا عندها تليفون، كل شوي اشيل هالتليفون وانا عامله عمليه واني حسب اجري، كل شوي اتصل على جارتي اقول لها شوفي لي سهى وين، تقول لي قديش وقتها كان عمر سهى خالي؟ كان عمرها 3 سنين. شلون كنتي بتوفي بنت؟ والله الصبي عاقل، اراد هون اطفه احطه، هاي تعذبني، هاي دوم تعذبني، دوم تبكي دوم تبكي دوم تبكي دوم تبكي دوم تملخ بحالها، تبكي 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 دوم، عياطاتها ما تخلص. كان عندي صبي عاقل عاقل، اللهم صل على النبي، كان ولا له ياكل وينام ياكل وينام، بس هي لا نومته تعرف ايش خد؟ ربع ساعة ما في، لحتى المساء وبالليل نص ساعة، واعطيه شو اسمه ببالون ما بعرف شي دواء ومنوم، واعطيه عم اول كانت عند اهلي هون كمان، نزحنا عند اهلي بعباب الناس، ضليت عند اهلي، هيتو احتارت ايش اجيب له دواء، ايش ما احتارت ايش اجيب له دواء، هي عم نوله صارت هالحادثه فيني. ها والكبر الصبي كان عم يساعدك بتربايته؟ لا الكبر صبي بس نطلع مطرح هيك عامله ما اقدر اشيله، يجي يشيل لي البنيه ايه، شيلي حطيه قيميه، شيل اسفنجته اغراضه هويون اغراضه طالع لي ايه، بس هذوك لا. ابني هلا في لبنان عمره لسه 16 ما خلص، بس اذا صار لي 2 سنين مشان يشتغل يجيب الليل. عيطتن على عليا وعلي، طلعت عند الباب الحوش بركت، ما هجست الا بيتي عم يطلع منه دخان، بيتي عم يطلع منه الدخان. قاموا اخوتي ولدي طلعوا عليها، يوم طلعوا عليها اللي عم تحترق البيت وهي بيناتها، اي برا كنا برا، اللي عم تطلع دخان بالبيت وهي عم تسعل عم تسعل. ولدي شالوها وزتوها برا، الا كانت في حمايه دافشه الحمايه على الفرشه، عم تحترق الفرشه والسداده ودافشه التلفزيون الصغير كمان، حرقت لي الشاشه ودفشتها كسرت الشاشه. هي سوت لي حادث فرد نهار، جيت عليها ما لقيت منه الا ايدها محروقه من هون وايدها الرخري محروقه من هون، الا معبين مي هيك مليت الدم ما شفتها كمان. ولك ليش عملتي هيك يا سهى وليش عملتي حاكيها يعني ليش عملتي هيك؟ بتخاف. طلعت عليها، طلعت الغراض، طلعته اللي بدهم خسيل اللي بدهم هيك بدهم هيك، طلعت عليها. ايش بدي حاكيه؟ ايش بدي حاكيه؟ حطيته انا عم انظف وعم بغسل الغراض عم ببكي، انا عم بغسل الغراض عم ببكي، انا عم بغسل الغراض، حرقت لي البيت كله والله، اسفنجه، الحافه، اسفنجته، سداده، التلفزيون كسرته، هي كله فرد نهار فرد دقيقه عملت لي اياه. جارتنا تقولي كل روحي خطية عدويرينه، عرفتي دويرينه ولا ما عرفتيه؟ هذول المشفى المهبلة، مو دار العجزة، المشفى المهبلة. نحن عندنا هنيك المشفى بيقولوا له دويرينه شرقي حلب الصيف، مشفى المجانين. تقولي لي زبتي ايش جنة هبلة؟ اقول لها شو بدي اسوي؟ ايش بده يفهموا منا؟ ايش بده يفهموا منا؟ قال كل كم نهار روحي شوفيه، اخي ما عم تسوي، عم تتعذبي وراها. قلت لها معلش خليها اتعذب وراها ولا أزدته ايش بدي اسوي يا بناتي دي؟ قولوا لي. بس انا كمان هي عم تسويها المشكله بتتضايق من الشتاء ونحطها جوا نخاف عليها مشان البرد، هي ما بتفهم اني نخاف عليها مشان البرد، هي عبالها نحن حاصرين هيك تلج باركه معنا فارشين مطرح ما باركن حاطينها باركه. هلا بعد ما جينا هون على الديري ارتاحي، ما ضل ضجيج ما شيء. الطياره يعني يوم كانت اول هيك تيجي الطياره بتخاف بتفوت تزحف، تحط كاسه المي ما تخليها وراها، كاسة المي دشك البركة عليها تزحف
أقول لها ليه السهوة، ليه جيتي ليه جيتي؟ أقول لها خفتي من الطيارة؟ بتحسها تضحك بس بتخاف. نوبة من النوبات كمان شو اسمه، كنا بأختارين تصير شمالي حلب، كنا ناسحين باركين بيه، اجت الطيارة خافت منه، سكرت الباب الحوش، سكرت باب البيت وحطت حالها بالبيت وسكرت على حالها. ضلت يمكن ربع ساعة، رحت عليه قلت لها ساعة ايش بك؟ خايفة من الطيارة؟ تقول لي هيك سكري واطلعي. خافت على المضبوط من الطيارة يعني. لا هون مرتاحة، لعلك هون ما هي مرتاحة مرتاحة بتطلع على برا، تروح على بيت هون، عن بيت جدة لهون، ويعني هيك يعني شلون بقول لك ترتاح عندهم كمان مع النسوان. اخوتي انا كمان حرام يعني بيعطوها بدها كاس مي، بيعملوا لها لفات وطعموها يعني، وانا مو موجودة يعني بيعرفوا اني بدها اكل بدها شيء. العديم الحارة قديش بيضايقوها؟ بشكل والله من بارحة العصر في ابن جيراننا هون مبارحة حطوا عم يرد الطب الحجرة مول الحجر بالعصاية، قلت له الله لو كما اشتكل لا اقتلك. هي مبارحة مو الأولي كمان هناك بتعاطوها طعموها فليفلي، طعموها شو سم شو اسمه هي هالك عشان النمال هيك بحطوها قدامه يقول لك ليسوا. مو هون حلب، اي قصة بحلب صارت والله. شفت فليفلي طعموها فليفلي قرنة خضرة هيك ولا خيكلي طعموها مشان تحتحت، والسم بحطوها قدامه برشولها قدامه كمان. اولاد ها مو كبار اولاد، ايه بقولوا لها خيكلي كمان. يعني قبل شلون بدي اقول لك جوزي كمان مرض وصابه مرض العضل، وبالارض سوينا له عمليه بالارض. اخدم جوزي واخدم بنتي واخدم ولدي الرخري، كانوا صغار، كانوا عمر ابني 5 سنين يوم ابوه مات، 6 شهور وتوفى. وعملنا له عمليه وبتجي علينا الخلق وهذا بشق عليه وهذا والله قايمه انا على موجب اجري. اولادي كانوا صغار باحتفال بنتي واحتفال جوزي. الإجارة تعيرني يا عوجة يعني بجري انت علي لا تقول إن شاء الله بدي أولادي كلهم معوقين وأنت معوقة. حتى بقولوا لجوزي الأولي أنا فطنت، قولي لجوزي تقول أنت أخذتها وجدتك بنت معوقة مثل أمك، أزعل. ليش ما أزعل؟ أبكي. بس جوزي كان عنده يعني شلون بدي أقول لك دين وديانة يعني بشكل يعني بيعرف الله. بقولي لا صنتي أنا رضيانة بهالشيء، حكم الله رضيان، أنت لا صنتي على البشر كله. عشت معاه 10 سنين و10 شهور وصار له 10 سنين ميت. ايش بده يستحمل دماغي يا بنات؟ يا قولي لي تستحمل شيء؟
لما ولدت أبي كان متوفي، بتذكر لهلق كيف توفى وما إلى ذلك. وأختي ولدت يعني شفتها هيك معاقة، يعني زعلت. يعني الكل بفكر إنه أخته الكبيرة هي عبرة له، بس أنا أختي معاقة، يعني أنا بدي أخدمها وأنا بدي أعمل لها كل شيء. شو بدي أعمل؟ بتذكر بالمدرسة لما كنا بالمدرسة كانوا يعني أصدقائي بيقولوا لي أنتي أخت المجنونة المهبولة، كان هيك دائما بيقولوا لي. أنا كنت بزعل، يعني حدا بيقول عن أختك هيك، صحيح إنه معاقة وما تقدر تمشي وما تقدر تحكي، بس والله العظيم يعني الواحد أخته ما بيقدر. وكمان رفقاتي بيقولوا لي كيف تقدر تتحمليها، يعني لو كنت بدالك كان تركتها وضليت ماشي. أنا بقول ما بيصير، يعني أختي وبتضل جنبي ويعني نكسب ثواب. مين بيعرف يمكن الله بفوتنا على الجنة. يعني أمي هي بتحممها، يعني طالعة من الحمام أنا بلبسها ثيابها، بقول لحالي هيك بزعل، طلع عليها بزعل كتير. يعني أختي هيك باركة قدامي وعم لبسها ثيابها وما بتقدر وما بتحسن، يعني الشعور كان كتير حزين بصراحة. يعني وكمان أنا يعني مو ملبسها حفاضات، يعني هيك منزعج من هالشعور. يعني أحيانا أمي شاري إنه منزعج، كنت ما بنزعج بصيح عليها وبضربها صيح عليها وبضربها، وأمي بتخانقني تقول لي ليش، يعني حرام عليك ما بيصير هالحكي. بتذكر يوم من الأيام يعني جيت من المدرسة وشفت الأولاد عم يضربوا أختي عند الباب، عم يرفسوها بجريهم وبالعصاية عم يضربوهم. قام أنا ركضت وراهم وصرت بصيح عليهم. لما قلت لهم ليش عملتوا هيك قال مجنونة، أكيد شيء أكيد بدنا نضربه. زعلت كتير وضربتهم. يعني بفهم علي، يعني أختي بفهم علي، مثلا بدها أكل بفهم عليها، بتكون زعلانة بفهم عليها، بتكون مثلا فرحانة كمان بفهم عليها. يعني أنا هيك مثل أمي، بس أمي بتفهم علي أكتر، بتحس فيي أكتر. هي يعني الوالدة اللي جابتها. وفي كتير حوادث يعني صارت مثل الحوادث، يعني دائما الأولاد كانوا بيضربوها، دائما هالشي دائما من الصبح حتى لمساء، كل يوم بصير نفس القصة، الأولاد بيضربوها وكل شيء. والله أنا حابة يعني كثير إنه من برنامجك ومن إذاعة TVFM إنه نبه الأهالي على الأولاد كيف بيشوفوا هالحالات وكيف يعني بيضربوهم، يعني ما بيصير هالحكي. بنبهون بيقولوا إنه يضربوا هالأولاد، بيقولوا إنه ما يصير هالحكي وهي معاقة وتخيل نفسك محلها، يعني شو رح تعمل هالشي، يعني منايح. وبيراعوا الظروف التانية، يعني مثلا أختي بيراعوا إنه معاقة ما بتقدر، مثل ما بتفهم، ما لازم بيعلموا هالشي للأولاد، بيعلمون إنه ما يصير هالحكي. كيف هيك؟ هي عم تقول إنه ما بدها هيك. ما بدها؟ لا. سهى؟ لا ماما جابت سكور، ماما جابت موز بطعميتي. سهى تعي سهى، بدك تحبي ليه؟ خلاص تنزل على الأرض. بدي أكل. وش بدك؟ أكل؟ بدك أكل؟ گهدارین هیجان ام گهال داویا برنامه خوا و ام بهیوینا گروژن ورن لسر وی مالی دا سفکتر ون و بیکسر ون. گهدارین دلال و حتی خلق کادن میوانن دی هین بمینن بخیر و خوشیده.